اولا الحكومه ما بقاش تشوف ريترو. ثانيا الا كانت هذه الاوضاع شنو داروا امام هذه الاوضاع؟ بلدان اخرى داروا. انا غنتكلم لكم على الاسعار لما نجيو لها. حكومات اخرى في هذه الاوضاع داروا وقلصوا من المستوى ديال ارتفاع ديال الاسعار. هادو ما تحركوش ابدا، بمعنى بركه من التبرير ديال ان الاوضاع كتفرض عليهم ذلك، يعني الجفاف، يعني حرب اوكرانيا، يعني التطورات ديال الاسعار ديال المحروقات الى غير ذلك. هذا خطاب ماشي هذا الشيء اللي باغي المغاربه يسمعوا. المغاربه باغيين تاثير حقيقي ايجابي على حياتهم. نمشي بالنسبه لخمسه ديال الاساسيه. قالوا بانهم غيخرجوا مليون اسره مغربيه من الفقر. اليوم كيبان بانهم بعاد تماما على ذلك، بحيث ان المندوبيه الثانيه ديال التخطيط كتقول بانه مستوى الفقر داز من 3.2 مليون ديال الناس اضافيين مغاربه للضغط الى عتبه الفقر. اسمح لي كيقول ممكن ان هذا الامر مرتبط شويه بالكوفيد، لكن مرتبط كذلك بالضغوطات تضخميه بالتنسيون انفلاسيون اللي لعبوا دور اساسي، واللي الحكومه ما دارت والو هذا العام ونص اللي داز باش تحمي القدره الشرائيه ديال المواطنين. الفئات الوسطى يمكن نقولوا بالنظر للتضخم اللي وقع اليوم، والارقام داله على ذلك، 6.6% بالنسبه لبنك المغرب، 10.1% من فبراير 2022 الى فبراير 2023 بالنسبه للمندوبيه الساميه للتخطيط. هذا التاثير ديال التضخم جعل ان عدد من الناس اللي كينتميوا للفئات الوسطى دخلوا الى مستوى ديال الفقر. كيفيه مثلا بما ان الامر يهم كل المغاربه، يعني اغلبيه وحكوميه ومعارضه، انتم في المعارضه ما هي الامكانيات المتاحه امامكم لتقديم حلول ناجعه للخروج من الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه والحل اللي جات في الارقام اللي صرتوا الان؟ المخرجات ديال هذا اولا ماشي غير حنا اللي كنتكلموا على ذلك، يعني هناك شي حاجه سميتها النموذج التنموي. هذا النموذج التنموي كنعاود نقولها لكم، لاحظوا معايا بان هذه حكومه اللي جابتو كمرجعيه اساسيه تصريح الحكومه. لاحظوا معايا وما كنخترع